أهلا بكم في حلقة جديدة. الحقيقة أنا لا أعلم هتكلم في إيه وأنا فاتح الكاميرا دلوقتي، بس عندنا الكثير والكثير من المواضيع. يعني زي ما انتم شايفين، هو ده مش اللوكيشن الأساسي اللي هنصور فيه بعد كده، ولكن دي أوضتي القديمة اللي انتوا كنتوا بتشوفوها في الفيديوهات وأنا جددتها. يعني اللوكيشن الأساسي في وشي دلوقتي، شايف في وشي ده ظهري، دي الزاوية التانية. هنقرا ونتناقش في الريفيوز اللي اتكتبت لفيلم الحائط، واللي هي كان الكثير منها جيد والعديد منها سيء. وكان في صراحة بعض الأشخاص بيتناقشوا بعقلانية والبعض الآخر غير عقلاني يعني. فكل الآراء متقبلة وكل الآراء سوف يتم مناقشتها. أهو في ريفيو ظهر قدامي اهو جديد. بصوا احنا ايه، هنبدأ بالآراء السيئة. جميل. وفيلم الحائط اعتقد كلكم شفتوه، واللي ما شافوش يدخل يشوفه، لانه الفيديو ده هو مناقشة لآراء الناس وزي بانل ديسكشن كده لما بعد عرض الفيلم. الفيلم اتعرض مرتين، او اكشلي اتعرض 4 مرات. مرة منهم اول مرة كانت في دولة البحرين الشقيقة، دي اول مرة كان يشوف فيها الفيلم النور يعني في مهرجان البحرين السينمائي، وخدنا جايزة. انا ما اعرفش هي جايزه، هي تحسب جايزه ولا يحسب ايه عموما، بس بتبقى حاجه اسمها سبيشال منشن. دي خدناها في مهرجان البحرين. بعد كده تم عرض الفيلم في مهرجان بانوراما الفيلم القصير في دولة تونس. بعد كده عرضناه في سينما الهناجر ضمن برنامج نادي السينما المستقلة، حاجة كده مش متذكر قوي. بعد كده عرض في ضرب 17 18، وده منتدى زي منتدى ثقافي او مكان فني يعني. ناس كتير عارفاه يعني عندنا في مصر. وقت ما عرض الفيلم بقى في الحاجات دي كلها كانت الآراء تقريبا كلها جيدة. انا ما كنتش شفت رأي سيء. وحتى لما كنت بفرج، انا ليه بص هنا كل ده، انا عارف. حتى لما كنت بفرج، انا نسيت، انا بقالي كتير ما بصورش. حتى لما كنت بفرج الفيلم للأصدقاء والمقربين يعني، خدت آراء جيدة يعني. بعيدا عن ده بقى، يعني بعيدا عن فكرة الآراء الجيدة، فهو الفيلم في ذاته هو تجربة شخصية. يعني هو أنا عامله من سنتين، يعني الفيلم ده اتعمل في 2023 أو فكرته جت في 2023، وتم تنفيذه اكشلي في 2023 برضو، بس خلص مونتاجه في شهر 2 24. فهو بقاله سنتين تقريبا. وبالفعل اتعلمت منه كتير، حتى في رحلة صنعه، يعني في رحلة مونتاجه كنت بتعلم لما خلصته. ولما طلعت آخر نسخة اتعلمت حاجات كتير قوي، أخطاء وقعت فيها وحاجات شفتها. ففكرة انه مش بس انا عملته وشفت انه الله الناس عجبهم الفيلم فانا خلاص انا اجمد حد في الدنيا. لا، هو الفيلم انا عارف كمية اخطاء فيه يمكن ولا اي حد لاحظها. عدتش على 4 حتى، ولا 2 ولا 1. فانا عارف اخطائي في الفيلم، ولكن مش عيب نقرا اراء الناس برضو ونفهم هم شافوا الفيلم بشكل ازاي. يعني الحقيقة هنبدأ التقييمات اللي هي ادت الفيلم نص نجمة، والحقيقة دول ما كتبوش حاجة، هم بس ادوا الفيلم نص نجمة، فواضح ان هو اتضايق قوي يعني. فهنسكيب النص نجمة. في النجمة في ناس كاتبة ريفيوهات والله لذيذة. منهم هذا الريفيو اللي بيقول سيء جدا بالنسبة لي، التمثيل سيء جدا، الشباب ما عندهمش اي قبول، مشاعرهم مش صادقة. يمكن اقول ان دي اول تجاربهم، والسينماتوجرافيا ومش عارف ايه كل الكلام الجميل دوت. انا قريت الريفيو دوت فانا عارف هو بيقول ايه. انا هحطه لك انا وانت عايز تقراه يعني قدامك يعني. اول شيء وجنرال كومنت، وهتلاقيه بيتكرر في التعليقات عن الفيلم، هو فكرة ان التمثيل سيء. وهو الموضوع الصراحة كونتروفيرشال قوي. ليه؟ لانه التمثيل اكتر حاجة تم الاختلاف عليها بين الناس. يعني الناس اللي عجبها الفيلم عجبها التمثيل وهضمته وبتاع. الناس اللي ما عجبهاش الفيلم شايفة ان التمثيل مفتعل، انه البطل بيمثل قوي، يعني مبين ان هو بيمثل قوي وبتاع وحاجات كده. وناس بقى مختلفة عن الأداء. والله البنت بتمثل كويس بس الولد ما عندوش. والله اللي مش عارف اسمه ايه شيكو طالع شكله بيمثل حلو، مش عارف. طب والله مش يعني في اختلافات رأي على حوار التمثيل ده. وفي الحقيقة أنا ما كنتش متخيل إن الموضوع ده هيحصل لعدة أسباب. وقت عرضه او وقت العروض الخاصة كان
ما كانش جالنا الكومنت ده خالص. يعني حتى وديناه لمدربين تمثيل، ورينا الفيلم لمدربين تمثيل يعني وناس مشهورة في المجال، وما علقوش التعليقات دي. فانا كنت مطمن من ناحية التمثيل، وانا كذلك يعني. يعني اشهر السلاسل اللي عندنا بتتكلم عن التمثيل، فانا بالنسبه لي التمثيل ما كانش في حاجه، كان تمام بالنسبه لي يعني. وكذا حد برضو من المقربين من الناس حتى اللي بيعملوا محتوى للسينما، انتوا عارفينهم الاصدقاء بتوعنا يعني، كان عاجبهم التمثيل. فايه اللي حصل بقى؟ ايه الريفيوهات اللي شايفه التمثيل دي؟ انا يعني تفسيري للموضوع دوت ممكن يكون بس مختلف شويه عن وجهات نظر الناس. بس انا بقول انه ممكن ناس كتير مش واخده على الشكل ده، او مش حاسه انه ممكن الشخص دوت اللي في الفيلم لو بيتكلم كده اتعامل معاه في الحقيقه، فمش هحبه لو في شخص بيتكلم كده في الحقيقه. فممكن تكون هي بس مجرد احاسيس ملهاش علاقه بتكنيك تمثيل. ان احنا مادام بنتكلم هنا في اراء خاصه، او اراء نسبيه، او تنسب بس للشخص، لانها مش اراء اكاديميه. يعني انت مش هتيجي تحلل لي التمثيل من ناحيه اكاديميه، انت بس بتبقى حاسس، والاحساس شيء محير او ما تقدرش تمسكه. طب انت احساسك ده انا اقيسه على اساس ايه؟ فاهمني؟ فلانه في ناس تانية احساسها مختلف، فمعنى كده انه احساسك مش ثابت. ف... ف... فمفهوم، اعتقد كلام منطقي. فهو الفكرة انه هل انت شفت الشكل دوت من الاشخاص ولا لا، او شفت النوع دوت قبل كده من الكتابة ولا لا، اتفرجت على افلام شاعرية قبل كده ولا لا، شفت الابطال بيتكلموا بالشكل ده قبل كده ولا لا. كل ده عوامل تخليك تحب التمثيل او تكرهه. فده من رأيي ومن تحليلي يعني لتكرار نقد التمثيل في الفيلم يعني. والحقيقة برضو في شيء عجيب جدا في ريفيوهات ليتر بوكس، انه الناس ساعات ما بفهمش يعني، ساعات مش ببقى فاهم انت عايز تقول ايه يعني بجد. يعني ساعات بحسه هو بيسخر، فتمام مسخر يا معلم. انا ما بتضايقش من السخرية تماما خالص. في 4 أسباب خلوني أدي الفيلم ده نجمة ونص. الفيلم ساب حاجات كتير المفروض يركز عليها، وركز في حاجات فرعية. في لوحة كان فيها حد شبه دخلت أشوف تقييم كل الأفلام، اكتشفت إنه مقيم أفلام مارفل تقييمات تانية، وأنا بحب فشخ مارفل. النجمة ونص عندي فاضية. ده بيهزر. حياة الرأي دوت الحاجة الوحيدة اللي ممكن اخدها بجدية فكرة انه الفيلم ساب حاجات كتير المفروض يركز عليها، وركز في حاجات فرعية. برضو ده شيء كونترفيرشر تاني، عشان والله بس انا مش بنتقد الناس، انا بس بتناقش يعني، بفتح ارض للمناقشة. امتى مين بيحدد ايه الحاجات اللي نركز عليها في القصة، وايه الحاجات اللي ما نركزش عليها؟ يعني دلوقتي انا هقول لك مثلا القصة دي قصة الفيلم قصة حقيقية، سواء انا اللي عشتها او حد تاني عاشها او حد حكاها لي وانا ابتديت اخلط، يعني ايا كان الليله دي كلها. فالقصه ديت بالفعل موجوده، يعني هي بالفعل اتحكت زي ما هي حصلت. اوكي، فانا حكيتها زي ما هي كانت موجوده، فانت شفتها. فانت من انهي منظور حددت انه كان المفروض ان انا اركز على الحاجات وانا مركزتش عليها وركزت في حاجات فرعيه؟ يعني ايه الليميتس هنا؟ انا ما بفهمش الحاجات دي خالص والله. فلو حد عنده رأي يشرح لي الموضوع ده بجد. يعني امتى؟ اصلا انا بحس ان الناس بتبقى داخله على فيلم هي عايزه تشوفه جواها، يعني هو في فيلم جواه فهو داخل متوقع ان هو يشوفه، مش بيستقبل الفيلم، بل هو بيبقى عايز يشوف فيلم هو في دماغه هو. فانا دي مشكله كبيره عندي. المهم عندي مشاكل كتير مع التمثيل وحاجات كتير في السرد، لكن نتكلم في نقطة الموسيقى لوحدها. إبداع للصديق أحمد حسام، واقتبس كلام صديق عمر: كل حاجة حلوة لوحدها. بس هو أنت عايز تقول إيه من الفيلم؟ دي المشكلة في أسلوب السرد. نتكلم بقى عن القصة نفسها بعد. نسكيب الريفيو ده. عيب والله لما أكون مراكمة المذاكرة اللي ورايا عشان أشوف العبط ده. الفيلم 20 دقيقة يعني إيه؟ الفيلم 20 دقيقة، هيسقطك في ايه ال20 دقيقة دول؟ في حد هنا مدي لاف ونجمة ونص للفيلم. تمثيل صفر. اتكلمنا في التمثيل. كادرات جميلة، اخر لقطة احلى من التلت ساعة كله. انا اخر لقطة دي بعتز بيها بشكل، هي كانت اترسمت في دماغي
ووقت تنفيذها كان معقد شويه، ان احنا طلعنا نصور على الدائري، فانت في منطقه خطر، يعني تصور من غير تصريح طبعا، في مكان هدد بيوت وحاجات كده، فالموضوع كان ريسك شويه، وكان خطر يعني. كنت بجد يعني كواليس اللقطه دي بتضحك فشخ. ده ريفيو طويل، كادرات كويسه، ساوند تراك حلو وموتر، رسومات بجد حلوه، اختيار الالوان طاغيه في الفيلم ممتاز. ماشي. اسوأ تمثيل شفته في حياتي، اول مشهد احسن مشهد عشان البطل ما مثلش فيه قوي. ودي كانت بدايه لسيناريو يكاد يكون جميل، ولكن الحوارات كانت تافهه ما خلتنيش اتعلق. برضو فكره الحوارات، عشان برضو كنت قريت كذا حاجه اتكررت بنفس الشكل ده، هي مرتبطه بشكل متوازي مع التمثيل. الحوارات، انا مش عارف انتوا كناس شفتوا افلام شاعريه ولا لا، وانا مش بدعي واقول ان الفيلم بتاعي شاعري، ولكن ما احنا بنتقبل مثلا الجمل اللي في افلام عادل امام لما بيقف كده ويدي مونولوج في افلام عظيمه، يعني مش بقارن، بس بقول ان احنا في هذه الحاله بنتقبل. هل عشان هو عادل امام؟ هل عشان دي افلام قديمه فاحنا بنتعامل بمنطقها، ولا ايه؟ انا مش قادر احدد برضه. وده والله كل ده انا والله ما بفرض رايي على حد، هي مجرد بس فتح ارض للنقاش، فناقشوني، عرفوني لو انا ما محتاج اتعلم يعني. فليه مثلا بنتقبل جمل عادل امام في افلام كتير، الحريف وبتاع، وبتبقى جمل شعريه وجمل حالمه جدا، مفيش انسان طبيعي يقولها، يعني فاهمني. مشهد مثلا بتاع عمارة يعقوبيان لما كان بيدي مونولوج وسط الميدان لما كان سكران وبتاع، ومشاهد كتير انتوا عارفين يعني. انا عامل حلقه اسمها جمل عادل امام، يعني في حلقه مليانه جمل عادل امام. فاحنا اشمعنى بنتقبل هذه الجمل وما تقبلناش مثلا حوار في فيلم الحوار؟ لو حد عنده وجه مقارنه اكاديمي فعلا يقول لي، لكن لو تفضيلات شخصيه فتمام مش هقدر اتناقش فيها يعني. الولد تحسه بيمثل، دي مش حاجه كويسه. انا بجد انه بجد محطوط قدام كاميرا، تحسه اداء مسرحي، بناء شخصيته كان وحش. يعني ايه؟ انا اطلب من صاحب هذا الريفيو يشرح لي يعني ايه بناء شخصيته كان وحش، عشان بيته اتهد وكان. انا اسف. البنت اتضح لي عنها كذا نقطة رغم انها ظهرت اقل منه، وانا بجد مش فاهم. هو انا في الاخر فيلمك واخراج كويس ماشي، بس كان يطلع احسن من كده. برضو جملة كان يطلع احسن من كده، انا يعني كتبت كتير برضو، مش بختص بيها استاذ فايتر. يعني ايه كان يطلع احسن من، طب يعني اعمل ايه؟ يعني بجد انت قول لي اعمل ايه كان يخلي فيلم احسن من كده. يعني مثلا لو حد مثلا جهبذ من هؤلاء الجهابذه في ريفيوهات الليتر بوكس، وما اقصدش غلط والله، بس بجد حد بيفهم بهذه الدرجه ويقدر يستذاق، يقدر يتذوق اللي هو بيتفرج عليه، يقول لي المفروض كنت اعمل ايه عشان يطلع احسن من كده. لانه كذا حد كتب لي الكومنت ده، فقول لي اعمل ايه. يعني قول لي كنت اعمل ايه عشان يطلع احسن من كده. ولو انت قلت لي حاجه مثلا وفعلا كانت هتخلي الفيلم بالنسبه لك، او انت من وجهه نظرك يعني ان هو كانت هتخليه احسن، ده مش هيكون اللي انا عايز احكيه، يعني فبالتالي مش هعمله. انت فاهمني؟ اهم حاجه كلمه الحق. مش قادر افهم اي حد حاطط تقييم عالي. انا عارف ليه ليه في ناس حاطه ده دفع لهم انا مثلا يعني ولا إيه؟ ليه مش قادرة تفهمي اي حد حاطط تقييم عالي؟ ما هو الناس مختلفة يا جدعان. مبدئيا لازم اوضح عدم كوني من محب الافلام القصيرة، لاني بلاقي صعوبة في التفاعل مع شخصيات او هضم افكار كتير في حاجز زمني ضيق، ويمكن ده التحدي اللي دايما واقع على النوعية دي من صناع. هنا الصورة كانت حلوة، لكن لقطات تصوير الأوضة والرسومات كانت أطول وأكتر من اللازم، لدرجة إني أوقات حسيتها لمجرد الاستعراض ومفرغة من المعنى. ثم الشخصيات اللي مقدرتش أكون رأي أو مشاعر تجاه حد منهم. بس التمثيل اللي كان الحلقة الأضعف، لأنه مش طبيعي وغالب عليه طابع مسرحي شوية، سواء في طريقة إلقاء الكلام أو حتى التعبيرات. وأخيرا في زحمة أفكار ورا اللي شفته بالمعنى الجيد، لكن طريقة توصيلها أو حتى طريقة الحكي نفسها ما كانتش الأفضل. اوكي، نقطة التمثيل انا ناقشت فيها. لقطات الأوضة والرسومات هو مش استعراض، بس كان بيفهمك. يعني هو لولا اللقطات دي انت كنتش هتفهم عن شخصيته حاجة، مش هتفهم ان هو رسام بيحب يجمع الحاجات القديمة، مهتم ببعض الأحداث يعني.
كنتش هتفهم عنه حاجات كتير، فلازم ان اللقطات دي كانت تبقى طويلة واستعراضية يعني بالشكل الواضح. وفكرة الشخصيات، هو الفيلم يا جدعان مش عن الشخصيات، يعني هو الفيلم حتى مش عن ابراهيم، هو الفيلم اكتر عن المكان والحالة والحدث، فاهمني؟ المكان او رمزية المكان ذات نفسه. لو انت ركزت شوية انا مش عارف ينفع اعمل كده ولا لا، بس لو انت ركزت شوية في الحوار، ربطته بالمكان، ربطته بالبنت، هتلاقي ان كله ماشي في حلقة واحدة كده، كله متصل ببعضه بشكل ما. بس انا متفهم فكرة الناس اللي مركزة مع ابراهيم يعني. اسمه ابراهيم الطاير، لو حد شاف احلام الفتى الطائر يعني، ده كان كاميو، او كان قصدي كان اسمه ايه، هوماج، مش فاكر. طب ما محدش مهتم يا ابني، ماشي محدش مهتم، لو بس كانوا بيعرفوا يمثلوا. ماشي، ملك مديه الفيلم نجمتين، حرام والله حاجة كانت تبقى حلوة لولا التمثيل الأهبل. شكرا، شكرا يا محترم. الفيلم كان عنده بوتنشال كبير، خصوصا من اوله كنت متفائل ومهتم اشوف القصه دي رايحه فين، لكن القصه ما راحتش في حته حرفيا. الفيلم يعتبر ما حصلش فيه حاجه، هو استعراض لاستخدام الكاميرا الالوان، واللي كان حلو جدا. الفيلم تقنيا جميل لكن القصه غير مكتمله، كان ممكن توضح اكتر اللي حصل بدل المشاهد الصامته دي، بس عموما مجهود يستحق التقدير. هو اوضح ازاي يعني؟ انت قول لي ايه اللي كنت محتاج يوضح لك وانا ما وضحتوش، وازاي القصه ما اتحركتش من بعد مشهد الحلم؟ يعني هو في احداث حصلت، صاحبه جاله وهو بدا يفتكر، وشفنا مقابله ما بين فدي احداث يعني، وهو قرر ان هو ما يمشيش وقعد يعني دي احداث يعني. حتى فكره ان هو يرسم على المحضر ده حدث حد ذاته، او دي حاجه بتتقال بس بتتحكي بالصوره. فانا مش فاهم اللي انت كاتبه الصراحه. ممكن يكون في بعض اجزاء القصه غير مكتمله، ولكن هقول لك ليه. ممكن يكون في بعض الحاجات كان يسود عليها شعور الغموض في الفيلم احيانا، لانه في القصه، وانا عارف ان ممكن يكون ده مش صح وده مش بتاعكم، بس هو كده يعني. في الاول والاخر بحاول، كنت ساعتها يعني لما كنت بعمل الفيلم كنت بحاول احكي القصه زي ما هي، او الحدث زي ما هو، ما غيرش فيه كتير. فالحدث الحقيقي كان فيه حاجات كتير غامضه، فبالتالي الغموض ده انا نقلته بشكل ما في الفيلم. المفروض ابص هنا، نقلته بشكل ما في الفيلم مع بعض الدلائل البسيطة جدا اللي لو حد ركز قوي هيمسك خطوط منها. بس مش هقدر اقول اكتر من كده، عشان حاسس الهيئة العامة للمخرجين هيقتلوني ان انا بشرح الفيلم بتاعي. وبرضه فكرة بقى كان عنده بوتنشال يا جدعان. تاني بالله عليكم، لما تيجوا تشوفوا افلام شوفوها كما صنعت، مش زي ما انتوا. لو كنت هعمل الفيلم ده كنت هعمله كذا كذا كذا. اي حد يعني ممكن يقول الجمله دي. محبتش غير اخر دقيقه. انا مش عايزك تحب اكتر من كده. هو اخر دقيقه دي انا بالنسبه لي على راسي. الفيلم مش وحش ومش حلو، ما قدرتش اندمج مع الاحداث خالص، يمكن عشان الحوار كان ضعيف ومفهوش عمق يخليك تتعلق بالشخصيات او تحس بيهم. مفهوش عمق، دي كلمه كبيره، دي كلمه كبيره. ما كانش مقنع بالنسبة لي، حسيت انه كله تمثيل وخلاص من غير مشاعر حقيقية ولا لحظات تأثر. السيناريو مشتت شوية والتمثيل مش احسن حاجة، بالذات من البطل. في المجمل كويس، لكن كنت متوقع حاجة اقوى من كده بصراحة. بتظلموا اصحابكم يا شباب وانتوا بتطبلوا على الفاضية والمليانة. ده مش تشجيع، ده مؤذي. مين صحابي مين اللي تطبلوا لي على الفاضي والمليان؟ وحتى لو حد طبل لي يعني يعني ده هيأذيني في ايه يعني؟ زي ما شرحت في اول حلقه يعني. ما علينا. برضو في ناس ارتفعت توقعاتها من بعد ما شافت اراء الناس، لانه ناس كتير قوي فخمت قوي من الفيلم يعني. فاللي هو الناس دخلت الفيلم حاسه بقى ان هي تشوف فيلم اوسكاري، ولكن يا جدعان انا شاب عنده 18 سنه ولا 19 سنه اللي عمل الفيلم ده. وهذا لا يعفيني من الانتقاد، خدوا بالكم يعني. لكن زي ما قلت لكم هي كانت تجربة، وكان لازم تطلع بهذا الشيء. انا اصلا كنت متحمس حماس ابن لذينه وانا بعمل الفيلم دوت، ان هو كان لازم يخلص تحت اي ظرف، تحت اي ظرف. وده على فكرة غلطة كبيرة يعني، بعد كده اكتشفت ان انا غلطتها يعني، ان انا كنت بقاتل عشان الفيلم ده يخلص. كان في اصلا ظروف كتير، اصلا كل اللي شغال في الفيلم اصلا ما كانوش فاضيين لي الفترة دي، فكنت حاطط كله تحت ضغط. كل الناس كانت تحت ضغط اثناء صنع هذا الفيلم، وكله ارضاء لشهواتي ونزواتي، ان انا عايز اخلص الفيلم. هو بعد كده فوق الثلاث نجوم هتلاقي كل الناس بتشكر في الفيلم، والحقيقة في ناس كتير قوي قالت كلام جميل جدا جدا جدا، وتحليلات عظيمة جدا جدا.
وانا يعني الصراحة على رأسي كل هذا الكلام يا شباب والله. و... شكرا ليكم، وزي ما قلت لكم اتناقشوا معايا، جاوبوني على الأسئلة اللي أنا سألتها. ازاي انتوا بتقيموا الأفلام؟ لو ما شفتوش فيلم الحائط شوفوه وتعالوا نتناقش فيه تاني في الكومنتات. وبس كده، دي كانت كل حاجة عندي لهذا الفيديو السريع جدا، ولكن قلت ايه امس عليكم كده ونوعدكم بعودة قريبة جدا. السيت اب تحفة والله العظيم، يعني ده جزء منه فقط يعني، واللي هو ايه يعني شوية حاجات يعني. دي اللوحة اللي طلعت في الفيلم. خدوا بالكم اللوحة دي طلعت في الفيلم وهي موجودة في مشهد في الفيلم، فتقدروا تشوفوها بشكل اوضح من كده. اللي يعرف اللوحة دي مقتبسة من انهي اللي يعرف اللوحة دي مقتبسة من انهي فيلم يقول لي في الكومنتات. ويمكن معناها ايه في الفيلم وايه ربطها وليه هي شبه البطلة. بس شكرا. عارف حاجات انت حاططها في الفيلم عشان الناس تتكلم عليها ومحدش يتكلم عليها، فبتقول لهم اتكلموا عليها. مخرجين اخر زمن والله. بس يا شباب تحياتي ليكم، زي ما قلت لكم اوعدكم بعودة قريبة بالسيت اب الجديد، مواضيع جديدة. بس اكون بس شطبت الاوضه بالكامل، واكون جبت سجاده عشان صدى الصوت رهيب. وبس كده. سلام.